بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النهاردة هنشرح أول جزء في ال SEO أو ليكتشر رقم 1 إن شاء الله. خليكم معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة خلينا نعرف ال SEO باختصار شديد جدا. هو إن أنت تجيب العميل بتاعك من غير ما تصرف إعلانات على جوجل. تمام؟ طيب ده بيتعمل إزاي؟ وتجيب العميل ده باللو كوست بالكواليتي العاليه دي ازاي؟ عن طريق 3 حاجات رئيسيه. اول حاجه وهو الكونتنت، ان انت تعمل له اون بيج اوبتمايزيشن. تمام. تاني حاجه التكنيكال اس اي او، ان انت تشتغل على التكنيكال والمشاكل اللي موجوده جوه الويب سايت ويبقى مهيأ لمحرك البحث. طيب تالت حاجه وهو الاوف بيج، وان انت تاخد لينكات خارجيه موثوقه ريليتد بنفس الكونتنت بتاعك. تمام. ده كده باختصار شديد قوي. خلونا بس نمشي واحده واحده وبالتفصيل هنشرح هو عباره عن ايه بالظبط. طيب مثال بسيط، لو انت بتبحث عن افضل دكتور سنان في الرياض مثلا، لو الاس اي او بتاعك مظبوط هتلاقي ان انت ظهرت في الصفحات الاولى. طب اما تظهر في الصفحات الاولى ده ايه اللي بيحصل؟ العميل بيدوس عليك. طيب اما العميل بيدوس عليك بينزل على اللاندنج بيج او الصفحه اللي انت بتتكلم عنها، وليكن الدكتور اعجب بشكل الدكتور ولقى ان المعلومات فعلا مفيده، ولقى ان في تستمونيالز اللي هم الناس اللي كاتبين عن الدكتور ان هو دكتور كويس وان هو عالجهم، ولقى في فورم او واتساب او بوتون للكول، بيبتدي يتصل بيك او يتواصل معاك وبالتالي يتحول الى كلاينت او ليد. طيب وده اللي احنا عايزين نعمله من خلال الكورس ده. هقول لك بالتفصيل ازاي تعمل الموضوع ده. طيب باختصار كده خلينا نختصر الاس اي او في جمله، هو ان انت تكون موجود قدام العميل في اللحظه اللي هو بيدور فيها عليك. خلاص كده. طيب هنيجي بقى للجزء، هنبتدي بقى بالجزء العملي على طول كده. ايه هو الدومين والسب دومين والفولدر وايه الفرق ما بينهم وايه الكلام دون؟ ما تتخضش، ده شكل اي لينك انت بتشوفه بيبقى عباره عن اول حاجه البروتوكول اللي انت شايفه اللي هو HTTPS. تمام. ده بروتوكول اسمه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وده لازم يكون في الاخر اس عشان تبقى متاكد ان هو سكيور، امن يعني ان انت تدفع فيه، ان انت تتصفحه، ان انت تعمل الكلام ده. وده مهامك كاس اي او ان انت تتاكد ان البروتوكول ده سكيورد. تمام. دي اول حاجه وابسط حاجه احنا عملنا لها اوديت اهو. تمام. تاني حاجه بيجي للدبليو دبليو او من غير دبليو دبليو او حاجه اسمها السب دومين. طيب السب دومين دون اللي انت شايفه دون اللي هو اسمه دوكس. الدومين اللي اسمه جوجل دوت كوم ده كده الدومين اللي قايم عليه بقى كل الليله دي. تمام. اللي قايم عليه الفولدر والسب فولدر والسب دومين وكل الكلام ده. بعد كده هنا هتلاقي حاجه اسمها السلاج او الفولدر، وبعد كده هنا هتلاقي بقى السب فولدر اللي هو الدي ده، وبعد كده لينك المقال على طول او لينك ديستنيشن يعني اللي موجود فيه الفولدر ده. طيب باختصار شديد ده كده شكل اليو ار ال. اي يو ار ال بتشوفه هيبقى عباره عن الشكل ده. بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان تكون عارف شكل بتاع اليو ار ال. ما ينفعش تكون يوزر وهتبتدي تشتغل بقى تكنيكال وهتبتدي تشتغل بشكل افضل وما يكونش عندك خلفيه عن اليو ار ال ستراكشر، وده يكون فريندلي من غير ما يكون فيه اي ارقام واي. نيجي بقى عشان نشتغل لو احنا مثلا بنبتدي بيزنس جديد وما عندناش اصلا ويب سايت وما عندناش دومين. طب نشتري الدومين ده منين؟ نشتري الدومين دون من زي ما انت شايف كده بلو هوست، جو دادي، هوستنجر، نيمتشيب. كل دي شركات تقدر تشتري من عليها الدومينز بتاعتك او اسامي الشركه بتاعتنا بكل بساطه من الاونلاين. طيب في حاجه اسمها جو دادي، بتيجي هنا بتقول له مثلا انا هشتري موقع اسمه MOSEO 01 مثلا، وتدوس سيرش. نفس الكلام هنا MOSEO 01 وتدوس ايه سيرش. طيب هتيجي هنا هتلاقيه بيقول لك ايه، نصغر دي بس شويه. هتلاقيه بيقول لك هنا ايه
ان MOSEO01 دون اللي هو الدومين بتاعي اللي انا حاجزه، انا اوريدي واخده خلاص. فعندك بديل، ممكن تاخد MOSEO01 ماشي. عندك بقى بديل تاني دوت نت، عندك دوت اورج دوت اي اي ماشي، عندك دوت كل الكلام ده دوت مي دوت اورج، كل الكلام ده تقدر تشتري. طيب هنا نفس القصة، هنا نفس القصة ان MOSEO01.com محجوز تمام. انت ممكن تاخد اونلاين وهكذا. فتقدر بكل بساطة من المواقع دي تشتري الدومين بتاعك بكل بساطة وبكل سهولة. بيقول لك كمان الكلام ده ان هيكلفك 700 جنيه في اول سنة، وبعد كده بقى بيبقى تقريبا ب 10 دولار ب 12 دولار على حسب يعني. ده كده الفيز السنوية بتاعت الدومين. طيب نيجي بقى للحاجة الأهم. دلوقتي أنا بعد ما حجزت الاسم بتاعي، أنا دلوقتي الفايلز بتاعتي سواء دوكس، سواء بقى صفحات، سواء صور، سواء فيديوز، سواء أي حاجة جوه الويب سايت بتاعتي، الفولدرز اللي اتقسمت فوق دي هتتحط فين؟ الداتا دي بقى هتتخزن فين عندي؟ هتتخزن في الهوست. الهوست دون اللي هو زي الكيسة كده عندك في البي سي بتاعك تمام، أو زي الهارد تمام. طيب الهارد ده، الهوست ده بيبقى فيه انواع تمام، عشان كده بيبقى فيه هوست سعره اغلى من الهوست التاني مثلا تمام. قبل بقى ما تختار النيم بتاعك، قبل ما تختار اسمك، لازم تعمل تشيك على البراند بتاعك. هسيب لكم فوق كده فيديو ازاي تختار الاسم بتاعك قبل ما تبدأ، عشان ما تغلطش غلطة انا وقعت فيها زمان وخسرنا فلوس كتيرة قوي بسبب ان احنا عملنا ريبراندنج للموضوع. طيب خلينا نرجع تاني ونقول لك ايه التايب اوف ويب هوستنج اللي احنا هنتكلم عنه. اول حاجة في حاجة اسمها الشيرد هوستنج، والفي بي اس هوستنج، والديديكيتد هوستنج، والكلاود هوستنج. طيب في 4 أنظمة مشهورة جدا عشان زي ما قلنا قبل كده تسيف عليهم الشغل بتاعك أو الداتا بتاعتك. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة معانا وهي الشيرد هوستنج. طيب زي ما انت شايف كده، تخيل ان الشقة دي فيها 10 أشخاص كلهم عايشين مع بعض تمام، وبيستخدموا نفس الموارد دي. طبعا رخيصة جدا، زي ما انت بتأجر كده لو انت مغترب مثلا تأجر أوضة كده وسط شقة كبيرة. فهي رخيصة جدا، بس عشان تتحرك جواها وتنجز نفسك وعايز تخش المطبخ تاكل اي حاجة، فممكن وقت مثلا رمضان هتلاقي المطبخ ده زحمة قوي، فمش هتعرف تعمل اي حاجة ولا تسخن اي حاجة. فهنا تيجي نقطة ان هي بطيئة لكن هي رخيصة تمام. طيب بعد كده بنخش بقى على اللي بعديها اللي هي الفي بي اس هوستنج. نفس الشقه دي بس كل واحد عنده اوضه لوحده مجهزه فيها كل الكلام ده، وفيها مطبخ وحمام وفيها كل الكلام ده تمام. اغلى شويه طبعا من الشيرد هوستنج، بس طبعا اسرع وعندك تحكم اكبر. طيب هنا بقى انت يا معلم، انت خلاص كده عديت، انت واخد العماره كلها بتاعتك، مش شقه، لا ده انت واخد عماره من بابها زي ما بيقولوا. طبعا اسرع حاجه والاداء بتاعها قوي جدا، لكن غالية جدا جدا جدا. طبعا بقى هنا تقدر ترفع عليها اللي انت عايزه، ممكن تعمل اوتوميتد سيرفر يعمل لك حاجات معينة، ممكن تسطب عليها ان بحاجة ادفانسد قوي يعني. طيب بعد كده بقى ده افضل حاجة الكلاود هوستنج، حتى يعني مهم قوي في الاس اي او، لان هو بيكون سريع قوي، مش بيقع بسهوله، بيكبر معاك كمان بسهوله. فده افضل حل بالنسبه للراجل اللي شغال اس اي او. ساعات بيبقى فيه بقى حاجات تانية اوتوميتد بقى مع اي ار بي سيستم، سي ار ام، كل الكلام ده ساعات بيتعمل انتجريشن ما بينه وما بين السيرفر. فانت ده ساعات ما بيكونش افضل حل بالنسبه للمبرمج، لان انت مش بتشتغل لوحدك، انت معاك كذا ديبارتمنت تانية وعندهم شغل زي ما انت عندك شغل. فساعات ممكن يروحوا للديديكيتد عشان يقدروا يعملوا انتجريشن ويقدروا يعملوا يعني شغل افضل يعني بالنسبه للديف اوبس. مش عايزين نخش في تفاصيل تقنيه يعني، بس ده كفيل قوي ان انت تعرفه، وهيعرفك وهيخليك على الاقل
يعني ويل ستراكشرد كده بالنسبه لشكل المنظومه بتاعه الويب ده عامله ازاي. طيب نخش للسلايد اللي بعده. هنا بقى يعني شارت فلو كده بسيط يوضح لك ازاي بتشتغل بالنسبه للاس اي او. انتظروا ان شاء الله الحلقه الجايه هيكون فيها الشرح دون وبقيه التفاصيل. شكرا.